هحكي لكم قصة صغيرة كده عن ناس كان عندهم عمارة فيها شقق كتير بتاعتهم. كل حد عايش في شقة، فجي في يوم كده ناس بلطجية دخلوا على العمارة وعملوا خناقة كبيرة جدا ودخلوا معاهم سلاح وخدوا شقة ولا شقتين ايه من اللي في الدور الأرضي في العمارة. واستمرت معارك دامية بين الايه أصحاب العمارة والمحتلين البلطجية دول اللي هم كان غرضهم ان هم عايزين ياخدوا العمارة كلها. واصحاب العماره خدوا الموضوع على عشان ده موضوع شرف وموضوع الارض وموضوع عزه وموضوع كرامه. فضلوا يخشوا في خناقات وحروب واستنزاف لغايه ما في الاخر قدروا يستردوا الشقق دي تاني وعمارتهم رجعت لهم والدنيا رجعت في سلام. تفوت السنين وتفوت الايام، ولكن بدل ما يدخل ياخد من عندك شقه ولا اتنين، ده قرر يقطع عنك الميه. شاف ماسورة الميه الكبيره اللي بتجيلك منها الميه بتاعه العماره دي فين وقال لك نقطعها. تفكيره صايع بما ان المية هي الحياة. ولكن الغريب في المرة التانية ان سكان العمارة ورئيس اتحاد ملاك العمارة ما عملش اي حاجة خالص. وبما ان السواد الاعظم داير في ساقية لقمة العيش ومضغوط، يا اما عايش في الساحل الشرير في الناس اللي ملناش دعوة بيها دي اللي عايشة في عالم اخر، يا اما عايشين في العالم الافتراضي. فاحنا لازم نتكلم عن موضوع مهم، هي مشكلة سد النهضة والمشكلتين اللي مسببهم، اللي هي الفقر المائي والمشكلة الأكبر القنبلة المائية. يا عم مين احنا مالنا بالكلام ده؟ ما المية موجودة والحنفية شغالة وزي الفل. ولا انت غاوي تقول كلام تحبسنا وخلاص؟ ما الدنيا حلوة وكلها مهرجانات اهو، الناس عايشة حياتها على التيك توك ولا ايه؟ لا يا سيدي انا مش عايز احبسك ولا حاجة. احنا بس عايزين ننسى شوية الواقع الافتراضي اللي احنا عايشين فيه اونلاين ده، ونفكر بعض في عجالة بإيه الواقع، نحلل الواقع ده ونفند الحقائق دي بطريقة موضوعية، عشان الكلام ده ملوش أي أهداف سياسية ولا موجه سياسي عشان ولا حد يدافع ولا حد يهاجم. أنا بتكلم من منطلق إن إحنا كلنا في مركب واحدة. المركب دي لو غرقت هتغرق بالكل ببساطة خالص. موضوع سد النهضة ده في الأول هو خطر وكارثة، وكان مرفوض في أزمنة سابقة رفضا باتا، وكان الرد عليه قال كده هيترد عليه بالطيران، هيترد عليه بصواريخ، مش هيترد عليه بهزار. ولكن احنا عدى علينا ظروف ما علينا من الاسباب ايه، ولكن احنا وقعنا مع الناس دي في اتفاق اسمه اتفاق مبادئ. وزي ما هو مشكلة دخلنا فيها بسبب اتفاق المبادئ ده واعتمدنا على حلفان وقالوا الأبي الأحمد احلف ألجلك الفرج. ولكن مش ده موضوعنا، ولكن القانون والدستور والشرع بيقول ايه حضرتك؟ اتفاق المبادئ ده غير ملزم. يستطيع مجلس الشعب أن ينقض هذا الاتفاق ولا يعترف به، وبالتالي يكون كأنه لم يكن. المشكلة اللي بتواجهنا دلوقتي بعد نهاية الملء الرابع لسد النهضة هي الفقر المائي. الفقر المائي ده اللي هيأثر علينا في المزروعات، هيأثر علينا، وده اللي بيخلينا تحاولنا ان احنا نحاول نعمل محطات تحلية ثلاثية مش ثنائية. التحلية الثلاثية دي اللي بتخلي المياه إعادة تدوير مياه الري بحيث انها تبقى صالحة للشرب. ولكن كل المحاولات دي لن تؤثر في شيء. ليه؟ علشان مش هتعوض اي حاجة في كمية المياه المفقودة اللي احنا فقدناها. تمام. انت بتتكلم على نسبة مصر كانت حوالي 50 مليار، انت السنة دي بس في الملء الرابع اثيوبيا مالية حوالي 28 مليار متر مكعب. طب دول هينقصوا منين؟ هينقصوا من السودان ولا هينقصوا منك؟ طبعا هينقصوا منك انت. ما حضرتك اللي في النص، اللي قاعد في النص مش هيتأثر بحاجة. يعني لو في قاعد خمسة وفي أربع كوبايات شاي في صينية، فأكيد اللي هيتأثر آخر واحد اللي قاعد في النص. كده كده في خمس كوبايات، في ثلاث كوبايات، في أربع كوبايات، هو واخد. فالسودان مش متأثرة في حاجة. السودان مشاركة بقوة في المشكلة التانية، وهي المشكلة الكارثية الأكبر، إن سد النهضة ده لو حصل فيه أي حاجة، بما إن أثيوبيا في المنطقة بتاعة الزلازل النشطة، تمام. آه، فلو اتأثر بأي حاجة وهو بعديه سدود تانية وصولا للسد العالي، فالسودان ومصر هيقابلوا كارثة. الكارثة دي إن إحنا هنقابل حوالي 250 مليار متر مكعب مية متجمع من كل ده، وده اللي كافي يزيل السودان من على الخريطة ويعمل كوارث في مصر. احنا اللي شفناه من فترة قريبة في ليبيا، ربنا يقف معاهم في اللي هم فيه. عندهم سدين بقدرة 25 مليون متر، هم اللي عملوا كده، وكانت النتيجة ايه؟ الكارثة اللي انتوا شفتوها دي، بس السدود انهارت. فتخيل احنا بنتكلم عن 250 مليار، انت بتتكلم فيما يفوق ال 2000 ضعف في كمية المية دي، اللي لو حصل حاجة في هذا السد مش بفعل فاعل، ممكن تبقى عن طريق كارثة طبيعية، ايه اللي ممكن يحصل. هوضح لكم فيديو تاني بالارقام
مشهد لو حصل حاجة في السد ازاي نوصل ل 250 مليار بالورقة والقلم والحسابات، علشان ما يقولش ولا معلومات خاطئة ولا كلام مرسل. كل هدفنا في الاخر ان احنا كلنا نبقى واعيين بالخطر او بالوضع الحقيقي اللي احنا فيه. يمكن نفوق وما يبقى في وعي جماعي او وعي جمعي، ممكن نتحرك نعمل اي خطوة ايجابية. يعني مجلس الشعب ده لو اتحرك ونقض اتفاقية المبادئ اللي اتوقعت في اثيوبيا، كلام كتير قوي هيتغير. كل يوم بنتأخره احنا بنقرب من كارثة، احنا بنأثر بندخل نفسنا في فقر، والمية هي الحياة. فاحنا اكيد لازم ندافع عن حياتنا بس. وربنا معانا يا رب، وربنا ينجي البلد دي.